السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبتدي في وصفتنا نعطر لساننا بذكر النبي عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة وصفتنا الجديدة هنعمل جيلي. تعالوا نشوف الطريقة ازاي. بصوا يا حبايبي، جبت اول حاجة براد اهو مالية نص مية. لو عندكم براد صغير امليه كله، ما عندكمش براد صغير وكبير تملوا نصه. وادي جايبين الجيلاتين، ادي ده الجيلاتين ودوت الجيلي. يلا بقى معانا هنحط براد الميه على البوتاجاز. حطينا البراد اهو بتاع الميه على البوتاجاز، هتغلي وهوريكم الطريقه ازاي. الميه غليت وادي ايه هنفضيها في الطبق اهو كلها. بصوا يا حبايبي هنخليها تبرد بس 10 دقايق عشان هي طبعا غليت جامد قوي، وبعد كده هنحط الجيلاتين والجيلي هوريكم. ابدأ. بصوا يا حبايبي، ادي الميه اهي، وادي هحط ايه الجيلي، وادي ايه هقعد اقلب كده فيه لغايه ما يدوب، واحط السكر والجيلاتين. بصوا بقى يا حبايبي، وادي معلقه الجيلاتين اهي. ما تنسوش اللايك والاشتراك. وايدك هنضرب بالمضرب، هنعمل بالمضرب لغايه ما الجيلاتين يدوب. بصوا يا حبايبي، ادي قلبنا الجيلاتين اهو. هنحط بقى 4 معالق سكر، وده على حسب الرغبه، يعني تشوفوا بقى لو عاوز سكر تاني مش عاوز سكر تاني، تشوفوا بقى انتوا طعمه. بصوا يا حبايبي بقى، بعد ما حطينا السكر وهو الجيلي والجيلاتين، وادي ايه هنحطه هنصبه في الاطباق. بصوا يا حبايبي هنصب كده اهو في الاطباق. بصوا يا حبايبي ادي اهو عمل لي الكميه دي 8 اطباق بعد ما صبناه. وما تنسوش اللايك والاشتراك. هنحطه بقى في التلاجة، وتاني يوم بقى هناكله باذن الله. مع السلامه.